السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. النهاردة هعمل معاكم العيش السوري أو العيش الصاج. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو أول مرة تشوفوني متنسوش تدعموني باللايك والشير. يلا بينا نشوف المكونات. أنا هنا جبت بولة هحط فيها كيلو دقيق، وهحط عليهم رشة ملح، وهحتاج مية للعجن، مية عادية جدا مش مية دافية. وهعجن العجينة مفيش أسهل منها. بعد ما اتلمت معايا العجينة بالشكل ده هاخدها على الرخامة وافضل اعجن فيها لمدة 5 دقايق، وهسيبها ترتاح لمدة ساعة. وكده بعد ما ارتاحت كانت طرية معايا جدا. وهمسك العجينة دي كلها هفضل اكورها كور متساوية. هي هتعمل معايا 28 رغيف. هخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. واول ما اخلص الكمية هغطيها بكيس مطبخ او استرتش. وعقبال ما ترتاح العجينة هروح اعمل معاكم الخليط دوت. هحتاج ربع كوب من الزيت، هحطه على النار. اول ما يسخن معايا خالص هنزل عليه بمعلقتين كبار من الدقيق، وهقلبه كويس جدا عشان ما يتكتلش معايا. واول ما يوصل معايا بالشكل ده هشيله من على النار خلاص. وبعد كده هاخد بقى العجين اللي انا كورته، هفضل افرده بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت. هخلص معايا الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط رشة دقيق من فوق ومن تحت، وافضل افرد فيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وعايزاه بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت، ما يبقاش رفيع خالص عشان ما يتقطعش مننا. بصوا انا عايزاه بالسمك اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. هخلص معايا الكمية كلها، وبعد كده هجيب اول واحدة انا عملتها هحط عليها الخليط دوت. وبعد كده هحط عليها طبقة تانية من العجين، وبعد كده هحط العجين الخليط قصدي. وبعد كده هحط طبقة تانية. هما 3 طبقات بس. هعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا هنا كنت بعيد لكم تاني عشان اقول لكم تتعمل ازاي. وبعد كده لما اجي افرده بقى هدوس على الاطراف الاول. اهم حاجة الاطراف دوسوا عليها كويس، وبعد كده هفرده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده همسك النشابة وافضل افرد فيه بقى. انا مش عايزاه رفيع جدا، يعني عايزاه يبقى رفيع بس مش رفيع لدرجة اللي هو يبقى شفاف، لا. زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي عايزاه بالرفع ده. بعد كده هخلص معايا الكمية كلها بنفس الشكل دوت، لغاية برضو بقى معايا بالسمك دوت. بعد كده جبت طاسة على النار. انا كانش عندي حلة كبيرة تكون ألمونيا، بس يستحسن لو في حلة ألمونيا تتقلب على وشها وتساوي العيش ده على الظهر بتاعها، او تجيبوا صينية الفرن تحطوها على النار اللي في النص وتساوي عليها. انا هنا كان عندي الصينية الجرانيت ديت الطاسة سويت عليها. ممكن تساووا في طاسة ألمونيا عادي جدا. انا خلصت الكمية كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اول ما بيبقى معايا بالشكل ده واحس ان هو استوى بشيله على طول من على النار، ما بسيبهوش ياخد لون. وهنا اول ما خلص معايا بشيله على طول وافرقهم عن بعض، بيتفرقوا بسهولة جدا. بس حطوا كمية مناسبة من الخليط اللي احنا عملناه ما بين كل عجين وعجين عشان يتفرق معاكم بسهولة. ولو عايزين تعرفوا طريقة الحشوات بطريقة جديدة ومختلفة قوليلي في التعليقات تحت، وطريقة التومية كمان هعملها لكم. وبكده بقى خلصت معاكم الفيديو. المكونات كلها هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.